طلع. يعطيكم العافية. انتم اول شيء اهلا وسهلا فيكم. انا كنا عم نحكي هلا قبل شوي. الرسالة بتوقع وصلت صح؟ انتم هلا عرفتوا الواقع، وخلينا نسمي هلا نحن امام مسؤولية مجتمعية صارت بعاطفتكم. تنقلوا الصورة صح مباشر بمبادرات هي لهي الشريحة من الناس اللي عاشت فترة زمنية مريرة جدا. الواقع النفسي ترى سيء جدا جدا لحد الآن. هدول الأطفال بس تسمع صوت بتلاقيه فورا صار ينتهي. سؤال فني يعني هدول الأطفال تبعات الخيار ممكن تاخذوهم لدمشق؟ يعني مثلا أي مبادرة، يعني مثلا إذا عملنا مبادرة أي مبادرة زيارة مثلا قصر العظم هذا الشيء كذا مثلا على نحن نحن بنبعث باص بس انا راح ادل على الطريقه الصحيحه. اي مبادره من جانبكم خطه صريحه مبينه. انا عندي 1 2 3 جاهزين. الامر ينسق، بناخذ موافقه الاهالي، بنطالعهم معكم لا تشوفون وترجعون. تمام. ممكن برحله. هذا الشيء لازم يصير. هذا شيء هلا صار عندكم، يعني صار الامر عندكم. اكيد موجوده كلها. هلا انا بحب اعطيكم جهد اتصال بحيث نتواصل. انا طبعا انا بحكي لكم انا عبد الله يوسف، مكتب تنسيق العمل الانساني. مكتب تنسيق العمل الانساني هو يتبع لوزاره الخارجيه، معني بكل شؤون المنظمات الانسانيه والعمل الانساني والمخيمات. اعطينا الرقم. اي زياره بدكم اياها بدكم توصلوا ونحن جاهزين لاي شيء. وبرجع يا اهلا وسهلا فيكم. طبعا هذا لو موطني ولا مكان سكني. انا عايش بهي المنطقه ولكن انا من حلب. تمام. ولكن انا عايش مثل هاي الموجودين هون. مهجر من 2012 وعايش بهي الاماكن، البيت فيها تقريبا. وانا حاليا اعمل في مكتب تنسيق العمل الانساني في مدينه حلب، وهذا جزء من دورنا. الله يعطيكم العافيه يا رب. احنا مسرورين جدا 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 بهي الزياره، وبتمنى من كل قلبي تنقلوا الصوت، تنقلوا الصوره لكل الاشخاص الفاعلين المؤثرين في هذا المجتمع. صوره المخيمات هي موجوده على الموبايل، ولكن من سمع ليس كمن راى ابدا ابدا. وانتم صارت عندكم، والله يعطيكم العافيه يا رب. شرفتونا. كنا يعني حابين نستضيفكم اكثر ولكن بنعرف مساله السفر والاوضاع ان شاء الله احسن. الله يعطيكم العافيه يا رب. يلا